طبعا هتلاقوا الاكل فيه لخبطيطه كتير جدا، في طماطم، في جبنه قريش بزيت الزيتون والشطه والفلفل، في رنجه، سلطه رنجه، في تونه عليها شطه وكمون كده وشويه زيت زيتون حلوين، والفسيخ بقى الاساسي تحفه المبطرخ كده اللي لقيت فيه بطارخ تحفه. وعملت برضو طبق جبنة قريش بقى بالسلطة، حاجة كده خيال، وبصل وفلفل حار، والعيش البلدي بقى يا سيدي على العيش البلدي. الأكلة دي ما تتاكلش إلا بالعيش البلدي، بطاطس محمرة. يعني اللي ما بيحبش الفسيخ والرنجة قلت أعمل بقى تونة وبطاطس محمرة وجبنة وطماطم، واللي حابب ياكل ده ياكل واللي ياكل ده ياكل. تمام. تغيير، انا والله قاعده مش عارفه اعمل ايه، فبقول لجوزي ربنا يبارك له ويديله الصحه والعافيه يا رب ويكفيه شر طريقه، اللهم امين يا رب العالمين. بقول له والله الواحد زهق من الاكل، نفسي اكل حاجه حادقه كده، حاجه حرشه، رنجه، فسيخ، سردين. انا ماليش في الفسيخ قوي بصراحه، ما كدبش خبر ونزل جبلي. ربنا يكرمه يا رب ويديله الصحه والعافيه. تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. قرنين فلفل حامين، وجايب بصل، ويا سيدي لا رنجة ولا فسيخ ما يتاكلوش الا بالبصل الاخضر والليمون والفلفل الحامي كده. جاب لي ربطتين بصل، ربنا يكرمه يا رب، ربنا يكرمه ويكفي شر طريقه يا رب يخليهن. جوزي ربنا يكرمه يا رب، اول بس ما قلت له ما كدبش خبر بجد، نزل جاب لي بسرعه. ربنا يخليه، ودايما البيت مفتوح بحسه ومفتوح يا رب بالخير اللي هو بيجيبه، ربنا يكرمه. البصل طبعا اول حاجه قبل ما انضف الفسيخ او السردين او الرنجة او اي حاجه انت جايباها زفاره، مسكت كده البصل نضفته والفلفل والليمون وحطيتهم بقى في الميه وركنتهم. هجيب بقى مشمع من بتاع السفره اللي بنفرشه للاكل، وافرشه على الرخامه لاني مش عايزه ازروط الدنيا ولا بهدل الدنيا. تمام كده، افرشه بقى عشان انضف عليه السردين او الرنجة او الفسيخ. انا ما جبت السردين بصراحه، ما جابش سردين، هو جاب فسيخ بس ورنجة، عشان مفيش اي حاجة تتبهدل ولا تاخد منك وقت في التنظيف فيما بعد فيما بنتخلصي. طبعا هو مغلف ليه كده، سألته قال لي انا جايبه من عند ابو طاحون، هو مغلف وحطه في التلاجة. جاب بقى، انا قلت له انا وانت بس، يعني ولادي ملهمش في الكلام ده قوي يعني. جاب بس رنجاية واحدة، وجاب واحدتين فسيخ مغلفين برضو زي ما انتوا شايفين كده. بس طلع حلو بصراحة، انا عجبني قوي قوي لاني لقيته مبطرخ، لقيته مبطرخ. الفسيخ لما تلاقيه مبطرخ تعرفي ان هو فسيخ نضيف وفسيخ حلو. ومعروف طبعا ابو طاحون لا يعلى عليه في الموالح والفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والحاجات دي، عنده مخلي وعنده ايه زي ما هو كده. مسكتها بقى كده بقى على المشمع واحدة واحدة عشان السفة ده والقشر بتاعه بيطير. حاول اعمله بالراحة بقدر الامكان ان هو ما يطيرش ولا يبهدلك المطبخ. فانا حاولت ان انا اعمله بالسكينة، برضو شغال معايا زي الفل، ولو عملتيه حتى بايدك كده هيطلع معاكي. بصوا هو ما شاء الله كان قشره تخين جدا، حاول ان انا اطلع القشر كله لان هيضايقك في الاكل. انا بصراحة يعني اول مرة انضف فسيخ، اول مرة. كنت دايما يا بيجيلي متنضف يا بشتريه، لان جوزي بيحبه اكتر مني، يا بشتريه مخلي، لكن انا اول مرة انضفه. مش بعرف انضفه يعني قوي، بس يعني عملت على قد ما اقدر. بصوا حاولت اشيله بايدي، طلع بايدي كويس قوي و... يعني ما خدش وقت. بصوا التانية حاولت اطلعها بايدي كده طلع بسرعة. انا مجريه الفيديو لان الفيديو انا شغلته وسهيت وانا بنضف وبخلص الفسيخ والرنجة، فلقيته وقت كبير قوي، فمش معقولة ان انا احط لكم وقت كبير جدا. انا ما بحبش اطول الفيديو ولا بحب يبقى الفيديو كبير، احبه يبقى خفيف كده، تشوفوه معايا يبقى خفيف، يعني ما يقلش ولا يكتر عن 12 دقيقة 13 دقيقة. يوم ما يوصل ل 15 دقيقة تبقى الحاجة كتيرة. تمام كده، انا خلصت تنظيفه وخلاص الزفارة بقى كلها كده. هبتدي بقى الم
كل الزفارة كده في المشمع وارميها في الباسكت كده، يبقى انتي مش معاكي اي حاجة متبهدلة من الرخام ولا حوض ولا اي حاجة. جبت صينية كده وابتدي بقى اقصقص بقى كده ايه الزعانف بقى والديل والحاجات اللي من الجناب وكده، وابتدي افتحه وانضفه كويس. هو كده مفيهوش اي سفة خالص، المقص كده افتحه كويس. كنتش واخده بالي بقى ان هو فيه بطروخ بقى. اتفاجئت بجد بجمال البطروخ، بجماله تحفة تحفة وكده حاجة فوق الخيال. يعني احاول بقى اشيل الراس دي خالص، استغنى عنها، اشيلها بعيد كده. وحاولت يعني بجد، يعني انا حاولت على قد ما اقدر ان انا انضفه معاكم وتشوفوه، بس يعني من ناحية طعمه مش عايزة اقول لكم، الطعم كان جميل جدا جدا، طعمه حلو وزبدة ولا حادق قوي ولا عادب قوي، حاجة وسط كده. بصوا اللون بتاعه جميل، زبدة يعني كده، انا دقته كده لقيته خيال ما شاء الله. يعني بصوا، الانسان مننا بيحب التغيير، مش هنفضل طول عمرنا ناكل مثلا لحوم او اسماك او مثلا فراخ او هناكل مثلا شعبي لا، لازم يبقى في تغيير. لما تغيري لبطنك او تغيري لولادك، اهم حاجه البطن مش مفرمه بتفرم وخلاص، لا، بتحب تغير، بتحبي تغيري في الاكل، نوعي. بصوا التانية برضو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. البطروخ حكاية حكاية حكاية. انتوا تعرفوا ان البطروخ ده لو بتشتريه لوحده بيبقى غالي جدا، بيبقى اغلى من الفسيخ نفسه، لكن الحمد لله لقيت الاتنين مبطرخين، فطلعت منه لان جوزي بيحبه جدا، الف انا وشفا ليه يا رب. فطلعت له بصراحة البطروخ ده تحفة. وانا بحب جدا بقى الحتة الحمراء دي، بحبها. يعني انا ما بحبش يعني الفسيخ ماليش فيه قوي، بس انا الحته دي لما احب اكله او روحي تروح له او نفسي تروح له، اكل الحته اللي تبقى من تحت دي. شايفين بسم الله ما شاء الله، الاتنين زي الفل. حطيت عليهم بقى شويه زيت زيتون وعصيره ليمون وزي الفل، بجد تحفه. احب انا احط زيت الزيتون كده يطريه كده ويديله طعم ويبقى ايه، ويغير برضو من طعمه. ليمونه حلوه محترمه كده اتعصرت عليه، وكده الطبق الفسيخ بتاعنا زي الفل. الرنجايه بقى اليتيمه الوحيده دي الحلوه دي، همسكها على الصينيه كده، اديها قلبتين تشويحه كده، شوي خفيف. ولقيت فيها بقى مش عايزه اقول لكم، بجد لقيت فيها كنز، حاجه بصوا خيال. بطروخ بقى ناشف بقى، بصوا الجمال باين ازاي، باين طعمته ازاي، مفلقين كده، اتنين بطروخ فلقوا عن بعض كده في الشوي، طلعوا حكايه. انتوا عارفين البطروخ بقى اللي بيبقى بيعمل صوت كده ويبقى ناشف ده، ويقعد يعمل صوت كده، يعني انت بتاكليه بيبقى غالي جدا عن الطري. تمام، هنيجي بقى نعمل سلطة الرنجة. انا بحب اكل الرنجة، بعشقها 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 سلطة، ما بحبش اكلها الا كده. قطع بصل اخضر او بصل ناشف عادي، لو مش فيش اخضر في السوق بتضطري تعمليه بصل من العادي اللي احنا بنطبخ بيه. تمام، وقرن فلفل حار، وتدلع بقى، لو عايزه تحطي بارد براحتك، بس انا بموت فيه بحطه حار. بصل، طماطم، فلفل، آه، ليمون، لو عايزه تحطي طحينه حطي، شويه زيت زيتون. بصوا يعني بتبقى تحفه تحفه تحفه. غمسي كده وانت قاعده، رجل على رجل كده، مبسوطه وانت بتاكلي كده سلطه الرنجه، بتاكليها بالعيش وانت مبسوطه. تمام، يبقى انت سلطه الرنجه بتحط عليها ايه؟ حط عليها بصل، فلفل حار او عادي براحتك حسب رغبتك، طماطم، ليمون. بتحطي مثلا شويه زيت زيتون، تحطي شويه زيت ذره زي ما انت حابه، مش عايزه تحطي زيوت خالص مفيش مشكله. وبتكوني بقى مفصصه الرنجه ومقطعه عليه بقى وظبطي بقى. ليمونه حلوه كده تتعصر كده بالسكينه كده او بالمعصره زي ما انت عايزه. الرنجه بقى بردت، على بال ما عملت السلطه بتاعت الرنجه كانت بردت يعني شويه. قول بسم الله الرحمن الرحيم، واحاول بقى ان انا اطلع البطروخ سليم. بصوا اللهم صل على النبي، حاجه كده بجد والله يا جماعه تحفه.
البطروخ نفسه في قلب الرنجة اغلى من الرنجة نفسها. تخيلوا ان الاتنين البطروخ دول يبقوا اغلى من الرنجاية دي نفسها. حاول اشيل الشوك بقى واي حاجة عشان ما تضايقش، لكن الرنجة بصراحة طلعت جميلة جدا جدا، نظيفة، زبدة طرية، بتبقى حاجة تحفة. تشيل السفة ده كله عشان ما يضايقكيش في الاكل. تمام كده زي الفل. هي رنجاية واحدة كفاية قوي، لان بجد الولاد ما اكلوش معانا. اكلوا بقى الجبنة اللي عملتها سلطة، جبنة قريش بالسلطة، جبنة قريش بزيت الزيتون، تونة، بطاطس محمرة، طماطم متقطعة. تمام كده، بس اي حاجة موجودة فيها باخدها عشان ما فيش اي حاجة اسيبها. كده بقى مفيش اي حاجه وخلاص اهو، هرميها بقى في قلب الكيسه كده برضو، المها في قلب الباسكت. كده مفيش اي حاجه اتزفرت معايا نهائي غير صينيه الرنجه. هقطعها كده حتت حتت صغيره كده زي السلطه بالسكينه، وانزل بيها كده. احنا كده عملنا بقى ايه؟ السلطه بتاعتنا، شويه زيت زيتون حلوين كده، احط برضو قرنين شطه كده فوق كده بقى، واظبط المسائل بقى، لان انا بعشق الشطه دي. اشوفكم على خير والسلام عليكم.